تنصحون السادة المشاهدين تأديتها في هذا اليوم؟ نعم، في يوم الغدير تؤدى هذه المصافحة، وهناك كلمات وردت عن أئمة أهل البيت. يا ريت تمسك المايك في اليد الأخرى حتى أصافحك بيمينك إن شاء الله، وأقولها بصراحة وأنت تتبع. بسم الله الرحمن الرحيم. صافحتك في الله، وآخيتك في الله، وصافيتك في الله، وعاهدت الله وأنبياء ورسل وكتب وملائكة أني إن كنت من أهل الشفاعة وأذن لي في الدخول إلى الجنة لا أدخلها إلا وأنت معي. قل كذلك. وأنا كذلك إن شاء الله. وأسقطت عنك، هذه الفقرة مهمة ليلتفت إليها المؤمن، أسقطت عنك جميع حقوق الأخوة، لأن بين المؤمنين حقوق لا تسقط إلا بالأداء أو بالإعفاء. أسقطت عنك جميع حقوق الأخوة ما خلا الزيارة والشفاعة والدعاء، كل الحقوق ساقطة عنك ما عدا هذه الثلاثة. قل قبلت. قبلت ذلك. هذا عقد وعهد بيننا إن شاء الله تعالى. يتصافحون المؤمنون فيما بينهم بحب وبصدق وبوفاء، وإن شاء الله دائما تجمعنا وإياكم خيمة علي بن أبي طالب، خيمة العدل، خيمة التوحيد، خيمة الحق الذي تمثل بذلك الشخص المبارك. جزاكم الله خير الجزاء.